حاجه لو عملتها وانت مدير، يا اما هتريحك قوي في الشغل وتمشي شغلك حلو قوي، يا اما هتيجي في لقطه وتلبسك في الحيطه. طيب ايه هي الحاجه دي؟ موضوع الديليجيشن، او ان انت تدي المهام بتاعتك لحد من الموظفين. مش بتديها له كلها، لكن بتدي له جزء من مهامك، بتنقل له مسؤولياتك. بتدي له مثلا اوثورتي ان هو يروح يقعد في اجتماع بالنيابه عنك ويتكلم بالنيابه عن التيم، او بتدي له اوثورتي ان هو ياخد قرار في حاجه ليها علاقه بالتيم كنت المفروض تاخدها انت وهو ياخدها، بالذات لو مع اكسترنال كلاينتس او مع ناس خارجيه بره الشركه. طيب ليه ممكن تنجحك قوي وليه ممكن توقعك قوي؟ لو اتعاملت مع الشخص الصح ممكن تنجحك، وده بيزود اللويالتي بتاع الشخص، ان الشخص بيبقى قريب منك ونفسه وبيحبك وبيشتغل معاك عشانك انت وعشان بيحبك انت. اما بقى لو اتعاملت مع الشخص الغلط، فالشخص الغلط ده سيء جدا وممكن يعمل بلاوي. بمعنى ايه؟ ان هو بيطلع بره، اولا بيدور على مصلحته الشخصيه، تبص تلاقيه مثلا بيروح يبيع اسرارك لكلاينت مثلا كومبيتيتور او لحد، او يروح ياخد الكلاينت بتاعك، او يروح يظبط نفسه هو في حته بسبب الديليجيشن دي، لان هو مش الطبيعي ان هو يقعد في الاجتماع ده فانت بعته، فيروح يعمل زي ما بيقولوا ايه، مقاوله. وللاسف يعني نوعيه الناس دي موجوده هنا عندنا في مصر كتير. فخلي بالك وانت بتعمل ديليجيشن، اعمل ديليجيشن للشخص الصح اللي انت بتثق فيه قوي، عشان لو عملت للشخص التاني هتتأذي منه وممكن يجي لك منه حاجة انت مش عايز تشوفها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.